حلفت وبكره هتحول. اصبر يا تطا تتحول، اصبر بس انا هخليك تتحول حلو دلوقتي، اصبر عليك. بقدم بقول في لك يا تطا، دماغها حطاني الله عليك الله. واكسبه وابقى من الاول، رقم اسمك ايه؟ واحد مش التاني، وحق اسمك الطاقة ايه؟ ينادوا. زميلك اسمه ايه يا طاطا؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه علي. حبيبي يا علي، ده انت اسمك جميل ما شاء الله، على سيدنا علي رضي الله عنه. حبيبي، حبيبي يا شيخ. هسألك سؤال. اسال يا معلم. طاطا انت وعلي، اه. الفيديوهات اللي انت بتعملها دي يوم القيامه في ميزان حسناتك ولا في ميزان سيئاتك؟ هو انا انا هنخش يعني النار بريس من غير فرامل. لا والله مش بهزر، مش بهزر والله. لا ولا انا بهزر يعني. يعني انا دلوقتي يوم القيامه لما ربنا يقابلني، طب هل الفيديوهات دي انت معانا اللي فوق ده معانا ولا علينا؟ ايه؟ اللي فوق ده قاعد مستمع بس. لا ولا مستمع بس. عبده بيستمع بس، انا بكلمكم انتوا. ماشي. يلا يا عم بقى نتكلم كده، هل الفيديوهات اللي انا بعملها دي يوم القيامه من الحسنات ولا في السيئات؟ يعني في كفه حسنات وفي كفه سيئات، هتبقى في الحسنات ولا في السيئات؟ الفيديوهات في السيئات. ماشي. دلوقتي التليفون لما تيجي تفتح لايف ده حرام ولا حق؟ ايه في ثانية في ثانية. التليفون حبيبي. التليفون بتقول التليفون لما باجي افتح لايف امم ده مش حرام؟ طب هقول لك، بص انا والله العظيم هجاوبك على اللي انت دي عايزه. مبررات، دي مبررات يا شيخ. طب ارد عليك يعني على السؤال. ماشي، اللايف هلا انا بفتح لايف بعمل ايه؟ بفتح لايف بدعو الى الله عز وجل، يعني بدخل انصح الشباب، فده عمل يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا؟ لا يرضي ربنا طبعا. تمام. العمل ده لما اقابل ربنا يوم القيامه، تمام، والله عز وجل قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. يبقى ربنا بيقول في القران الكريم ان افضل واحد في الدنيا كلها انه بيدعي، اللي بيدعي لربنا. وهي الدعوه كانت مهنه ايه؟ كانت مهنه النبي صلى الله عليه وسلم، مهنه الصحابه، مهنه الانبياء كلهم، كلهم بيدعوا الى الله. ربنا بيجعل كل رسول او كل نبي انه ينزل في القوم اللي موجودين عشان يدعوهم الى الله. ومن علاء المهداوي ده لا لا مالكش دعوه بيه، ده تبع شعشيع، مالكش دعوه بيه، بيعمل له ختم على طول عشان ما بوظلكش البس. علي كده مصطفى، مين اللي بيقول عليها مزيكا ولا مين دي؟ خليك بس معايا، خليك معايا يا علي انت وطاطا. يلا يا طاطا، انا معاك. فككم من الناس اللي شبك بقى من اللي بيجي لك دلوقتي، خليك معايا. يلا يا شباب. تمام. احنا مش هنقعد كتير يعني، وبعد كده ان شاء الله ايه شويتين وردتين اخواتي 10 ورود. طب خليك معاه. مش هتكسب يا طاطا، مش هتكسب. مش عارف ان انا مش هكسب والله. بس خليك بقى معايا، تمام. فدلوقتي انت قلت دلوقتي المحتوى بتاعي يبقى في السيئات. طب افرض دلوقتي انا بقى مت ولقيت محتوايا في السيئات وعايز ارجع تاني اغير المحتوى ده، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. والله هو في حد بيقعد بعد الموت؟ لا انا بحسب قبل انا ما سمعتش الكلمه صح، معلش. انا دلوقتي مت، ينفع ان انا ارجع تاني اقول يا رب رجعني عشان اغير من المحتوى بتاعي؟ لا طبعا. جميل. في بس ممكن ربنا يغفر لك بقى على حبه حاجات تانية انت كنت عاملها كويسه في حياتك، فاهم؟ وربنا يغفر لك. ربنا غفور رحيم. تمام. الحاجات تمام. الحاجات الكويسه يا حبيب قلبي ربنا هيديك عليها اجر وثواب عظيم، يعني ربنا كريم. لكن انا دلوقتي في مشكله عندي، ايه هي المشكله؟ المشكله في الحاجات الوحشه اللي انا بعملها، المشكله في السيئات الجاريه اللي انا بعملها. انا دلوقتي لما بدخل بعمل فيديو، تمام، انا لما بعمل فيديو دلوقتي، تمام، الفيديو ده فيه موسيقى او شيء محرم، وكمان وشوف بقى كام واحد بيشوفه، بيبقى في ميزان حسناتك ولا سيئاتك؟ سيئات. تمام. انا بعمله ليه بقى؟ الرد. بس خلي بالك انا مش عارف ارد عليك على السؤال دوت عشان انا ما بعملش كده اصلا. انا ما بعملش فيديوهات، انا بغني وده حرام وانا عارف حاجه زي كده، بس انا ما بعرفش اقول قران بصوتي، فاهم حاجه؟ لو انا قلت قران بصوتي هغنيه، فده حرام واكبر حرام ان انا اعمل كده. تمام جميل. في قاعده بقى اصوليه بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان لم تزل المنكر فزل عنه. انت يا عم ما بتعرفش تقرا قران، يبقى خلاص ولا تقرا قران ولا تعمل اغاني وموسيقى وحاجه محرمه. حصل. صح ولا غلط؟ صح، انت صح. انا والله يا جماعه انا بكلمكم بحب وخايف عليكم. يا عم والله انا عارف انت بتنصحنا يعني انا خايف عليكم. انت اللي فوق، انت عمال تضحك، انت على دماغك. لا انا مبسوط بكلامه بس مش اكتر. ايوه لا كلامه والله الراجل متاثر يعني بالكلام، وانا والله. يبقى كده احنا اول حاجه قلنا ايه؟ يبقى كده اول حاجه نبص لمحتوانا ونحاول نغيره للاحسن، لحاجه يكون فيها حسنات جاريه، صح ولا غلط؟ هنتغير. لان ممكن الانسان يموت في لحظه. انا ضامن ان انا اكمل النهارده ولا مش ضامن؟ هل حد ضامن الموت؟ لا انت ممكن تنام وتصحى. انت ممكن انت ماشي في الشارع تموت. لا ادخل جوله ثانيه عشان ما حدش يبعت. يبقى كده ايه؟
يبقى كده انا ممكن مش ضامن، يبقى احاول اغير محتواي. دي الحاجه الاولى. النقطه الثانيه، بتصلوا يا علي انت وطارق؟ هو انا كنت بصلي فتره وقعدت فتره يعني مش انا ما مش بصليش ربنا. عشان ما اضحكش عليك، انا ما بعرفش اكذب في حاجه زي كده، انا ما بصليش. تمام. طب انت تعرف يا ربنا علي يهدينا ان ربنا النبي يهدينا. صلى انا الله نفسي يعني انا نفسي انت برضه لو تقدر تفيدني في حاجه زي كده، انا نفسي بس الاكشن بتاع الصلاه عندي بص يعني متدمر، او ربنا زي ما بكلمك كده. استنى كده علي، الاكشن بتاع الصلاه ده الاكشن يعني اللي هو انا الرياكشن يا عم رياكشن ايه؟ مش هتفهم الكلمه عشان ايه ده كلام كده ايه؟ كلام كده فاهم؟ الاكشن اللي هو ايه؟ زي مثلا ماشي. لا بس حاجه هو مش هيفهمها يا اسطى، هو اقول لك ايه هي، اقول لك اسمها النية على الصلاة. أيوة. نيتك انت لو انت عايز ايوه تصلي. ايوه فهمت. او نيت بذل الجهد، ده قصدي هو ده الاكشن، نيت بذل الجهد اللي هو انت تقوم تسعى فاهم الساعه. عشان ده في الجو التاني بتاعك كنت فاهم. انت فاهمني، انت اللي فوق انت. انا مش تمام. فاهم. طب انت عارف ايه اللي بيخليك ما تصليش وايه اللي بيخليك مش قادر تصلي؟ حظك ايه؟ الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي. حصل تعرف كده؟ حصل. تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا فعل المعصيه نكت في قلبه نقطه سوداء. يعني كل ما انت بتعمل معصيه قلبك اهو، ده القلب اهو تمام، كل ما وابيض اهو، كل ما تعمل معصيه نقطه 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 سوداء 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 سوداء، فبتلاقي القلب ايه؟ بقى اسود خلاص. بتلاقي على الله عز وجل قال كلا بل ران على قلوبهم. يعني ايه؟ بتلاقي قلبك عليه ران ففي سواد، فالسواد ده اللي بيحصل انا عايز اصلي مش عارف اصلي، انا عايز اجاهد نفسي مش عارف ليه. ما انت قلبك لازم بقى تنظف ده، يبقى لازم تبدا تتوب الى الله عز وجل. حبيبي يا لؤي، حبيبي يا شيف لؤي، انت فاهمني يا جميل؟ فاهمك يا شيخ. ايوه فاحنا كده يبقى انا دلوقتي عايز ابدا اصلي واحافظ على الصلاه، اعمل ايه؟ اتوب من اللي انا بعمله. ابدا اقلل من سيئاتي الله ينور عليك. نبدا نقلل من السيئات ونبدا نكتر من الحسنات. طب انا لو تبت تمام، ربنا بيعمل لي إيه؟ تخيل بقى كده، قال تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تعرف كده؟ يعني لو تبت ربنا بيبدل لك كل السيئات اللي انت عملتها حسنات. تمام يا شيخ. فانا والله بنصحكم لله وخايف عليكم، وخلي بالك طلوعي معاكم دلوقتي مش كده سبهلله، او مثلا انتوا بتطلعوا جوله، لا. اللي بيدعو الى الله تمام بيبقى رساله، فهو ربنا بعتني ليكم دلوقتي رساله، فربنا بعت معايا رساله بقى اطلعها لكم وبقول لك الرساله في كذا وكذا وكذا. على دماغي. تمام؟ تمام يا شيخ. يبقى حاولوا تبداوا تصلوا من النهارده، ربنا يبارك فيكم، وحاولوا تغيروا محتواكم. يمكن ما تلاقيش حد ينصحكم النصيحه دي بعد كده، لان دلوقتي كل الناس تبع مصلحتهم. على دماغي يا شيخ. اخر حاجه بقى قبل ما انزل معاكم، انت عارف حكم السلسله اللي انت لابسها؟ لا. تمام. طبعا السلاسل دي تشبه بالنساء. ليه؟ لان النساء هم اللي بيلبسوا الزينه، يعني الزينه دي للنساء. فانا كده لما ابقى راجل والبس سلسله يبقى بتشبه بيهم، صح ولا غلط؟ صح. تمام. يبقى كده انا لا تزعل نفسك يا شيخنا، يا قطعها لك خالص اهي. والله لا مش قصدي والله. المقصد ايه يا حبيب قلبي؟ ان التشبه بالنساء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهين بالرجال. وطبعا اللعن يعني ايه؟ يعني الطرد من رحمه الله عز وجل. فانت حاول. انا عايز اسالك سؤال يا شيخ. اتفضل يا حبيبي. يعني وانا لا يا عم قول يا علي. انا ده على جسمي ده ايه؟ وشم يعني؟ تمام. الوشم ده حرام. دوت يعني انا لو اشيله ولا اسيبه مثلا اللي هو خلاص انا عملته؟ لا، لو الوشم طبعا كبيره من الكبائر، النبي برضه بيتطلب اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمه والمستوشمه. يعني اللي بيعمل الوشم تمام اللي بياخد الحزن، اللي بيعمل الوشم واللي بيساعد في عمل الوشم. دخان في المؤاخذه يا شيخ. خلاص ماشي يا علوه. يعني دلوقتي انا بعمل وشم، ده لعن. طب افرض انا عايز اتوب يا رب، انا غلطان ان انا عملت كده وندمت وانا عايز اتغير يا رب، قدرت ان انا اروح اعمل له ليزر، خلاص اعمله. طب ما عنديش امكانيه، خلاص خليك على ما انت عليه لحد ما ربنا يوصل لك بفلوس وتروح تعمله. هذا يا جدعان لولا اسلم يا شيخ.
تمام، انا عامل لك متابعه طاطا. حبيبي يا شيخ. تمام، وبدخل لك تاني. تسلم. وبرضه عامل لك يا عبده، مع اني ما اعرفش اتكلم معاك عبده، بس انت يعني انسان محترم برضه اكيد لمنت الموضوع كله يعني. بس بص انا يعني سيبك من الحوارات بتاعت السوشيال ده، انا حاجه تانيه. حبيبي يا عبده، ربنا يوفقك ويصلح محترم حالك. يا باشا. حبيبي. والله يا جماعة، ربنا يهديك ويصلح حالكم، ونتمنى لكم الخير والصلاح. يا رب اشوفكم يا على شيخ. خير يلا لا لكم زي العسل ان شاء الله. تسلم يا شيخ. حبيبي يا شيخ. سلام يا شباب. سلام عليكم.